لحياة، وهي من أهالي البصرة من الشلل وفقدان النطق إثر إصابتها بجلطة دماغية جعلتها حبيسة الكرسي المتحرك. والدة الطفل حياة سارت بها نحو الضريح أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وحال وصولها المرقد ورؤيته تعالت التكبيرات وامتزجت الفرحة بالدموع عندما استعادت الطفل حياة الحياة، ونطقت بعد صمت وتركت الكرسي المتحرك. آلاف الزوار يتوقون لرؤيتها، في حين فضل صاحب أحد المواكب تضيفها في بيته خشية عليها. على أثر صدمة عصبية أصيبت الفتاة حياة بجلطة دماغية شلت قدماها ومنعتها من الكلام بشكل نهائي، وقد استمر مرض حياة على مدى عامين كاملين جعلها جليسة كرسيها المتحرك. أول ما ببيتها توفت ورأست إيدها ورجلها وقفت، وديتها الدكتور زينوها قالوا بيها جلطة، أخير شيء أخذوا من ظهرها. قلت له ليش دكتور؟ قال بعد بيها هي جلطة بالدماغ، قبل سنتين لا تحكي ولا تقوم. جاءت حياة برفقة أمها من محافظة البصرة لتشارك في مسيرة زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وعند وصولها إلى محافظة النجف الأشرف وأمام أحد المواكب الحسينية نطقت حياة لأول مرة بعد عامين من البكم، نطقت باسم الإمام الحسين عليه السلام، وبعدها بلحظات معدودة نهضت حياة من كرسيها المتحرك لتسير بخطوات متعثرة على كلتا قدميها المشلولتين، الأمر الذي قوبل بالبكاء من قبل الشاهدين على الموقف. يا عبد الله اي اي الكرسي مالي. الكرسي مالي. وهسه بعد هم ترجعين للكرسي لو لا؟ لا ما ارجع ان شاء الله ما ارجع. صاحب الموكب بادر على فوره وبعد تجمهر الناس حول حياة بنقلها إلى منزله خشية منه لئلا تصدم من شدة الفرح وحشد الزوار حولها. لقينا هاي البنية صار لها سنتين ما تمشي وما تحكي ما تنطق، فجبتها بالبيت استضافتها من قد الزخم اللي عليها صار. الناس عافت المشي وظلت واقفة هنا يعني تتطاول. اكيد بواجه مو طبيعي. هسه اطلع برا بالشارع اشوف الناس منتظرتها يعني شو تطلع. يقصد الزوار في زيارتهم المليونية الإمام الحسين عليه السلام لتقديم المواساة ولطلب العافية وقضاء الحوائج لما عرف عنه عليه السلام من المعجزات والكرامات. ظهرت معجزات هاي حياة من أهالي البصرة يعني، اللي كانت ما تحكي صار لها سنتين ما تحكي ولا تمشي يعني، فهاي كرامات من أبا عبد الله الحسين. عادت الحياة إلى حياة بعدما كانت جليسة هذا الكرسي المتحرك، حيث شاركت حياة بمسيرة الأربعين لتنال شفاعة وكرامة من الإمام الحسين عليه السلام، وما هذا إلا غيظ من فيض. حيدر جبوري، قناة الفيحاء، النجف الأشرف. السلام